بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض هنحل تمرين وتدريب مهم على الدرس الثالث الوحدة الثانية. احنا عايزين نفرق دلوقتي يا أولاد ما بين أعداد العد والأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة والأعداد النسبية. أعداد العد اللي هو مكون من رقم واحد بس، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أعداد طبيعية بتاخد من الصفر لغاية ما لا نهاية، والصحيحة زي ما خدنا في شرح الدرس الثالث منها السالب ومنها الموجب والصفر. طب والنسبية؟ لا، النسبية بتاخد كل اللي قدامنا دول كلها، أعداد العد والطبيعية والأعداد الصحيحة. تعال نشوف مع بعض. 75 جزء من 100. 75 جزء من 100 يعني في علامة عشرية. طب تمام يا ميس، أعداد العد ما فيهاش أعداد عشرية ولا الطبيعية ولا صح، يبقى هي موجودة في الأعداد إيه؟ النسبية. تاني برضو عدد عشري وسالب مفيش عندي لا الطبيعية ولا العد ولا الصحيحة، يبقى موجود في النسبية. 6 و2 على 3، 6 وتلتين. أعداد العد كلها أعداد 1 2 3 4، مفيهاش كسور. طيب والأعداد الطبيعية؟ لا مفيهاش كسور، والصحيحة برضو مفيهاش كسور، يبقى هي موجودة في الأعداد إيه؟ النسبية. نركز تاني، نركز. الأربعة، الأربعة موجودة في أعداد العد، وموجودة في الطبيعية، وموجودة في الصحيحة. موجودة في أعداد العد وموجودة في الطبيعية وموجودة في الصحيحة وموجودة في النسبية. سالب نص، سالب نص، لا النص مش موجود لا في أعداد العد ولا الطبيعية ولا الصحيحة، إنما موجود في الأعداد النسبية. الصفر، الصفر مش موجود في أعداد العد، موجود في الطبيعية والصحيحة والأعداد النسبية. هسيب لك أنا الاتنين دول، أنت تركز معايا وتحلهم واجب. يلا مع بعض نكمل باقي الأسئلة. ركز معايا في الدرس الجميل ده. شوف التدريب ده معانا بيقول ايه. ماله التدريب ده يا مس؟ احنا قبل ما نختار يا ولاد لازم نكون حالين السؤال. اي مما يلي لا يمثل عدد نسبي؟ مين في دول ما بيعمليش عدد نسبي؟ يعني مش عدد نسبي، لا مش عايزه عدد نسبي. تمام. طب ما ده نسبي وده نسبي وده نسبي. طب ما تيجي نشوف 8 على 5 ناقص 5. ادي 8 على 5 ناقص 5. 8. 5 ناقص 5 صفر. أي حاجة على صفر يا ولاد ليس لها معنى، ما تنفعش. يبقى أنا هاخد 8 على إيه؟ على الخمس. كل الأعداد الآتية تمثل أعداد صحيحة ما عدا مين مش عدد صحيح. ركز كده، 5 وعندي صفر وعندي سالب 100. طب ما أنا الأعداد الصحيحة فيها سوالب، فيها سوالب، بس هي ما عندهاش سالب نص. مفيش أي كسور لا في العد ولا في الصحيحة ولا في الطبيعية. لا ينتمي الصفر إلى مجموعة أعداد مين؟ الصفر مش موجود في مين؟ هو موجود في الصحيحة والطبيعية والنسبية، لكن هو مش موجود في أعداد العد. مش موجود في أعداد العد. العدد نقط ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية بس. نسبية بس، يبقى يا كسر عشري يا كسر اعتيادي. 23 جزء من 100. طيب 5. جميع الأعداد الصحيحة هي أيضا أعداد إيه؟ نسبية. كله طبيعية عد صحيحة، كله موجود في الأعداد النسبية. كده احنا لازم نحل الأول يا ولاد وبعدين نبقى نختار أو أكمل. طب تعالى نشوف أكمل بتاعتنا جميلة وما فيهاش أي حاجة مع بعض. أكمل يا ميس، أكمل يا ميس. طيب العدد 5/10 ينتمي إلى مجموعة أعداد إيه؟ خلي بالك احنا قلنا أعداد العد بادية بالصفر والواحد والاتنين. متأكدة يا ميس إن العد بادية بالصفر؟ لا كده غلط، بادية بالواحد. طبيعية يا ولاد اللي هي الطاء بادية بالواحد والاتنين. وانت على طول بتغلطي يا ميس؟ لا بادية بالصفر. طب والصحيحة اللي هي الصاد مالها يا ميس؟ بادية عندك صفر واحد اتنين وبعد كده سالب واحد سالب اتنين، يعني عندي سالب وعندي موجب وعندي الصفر. النسبية بقى يا ولاد بتاخد كل الأعداد اللي احنا شفناها، فبيسألني 5/10. 5/10 موجودة زي في اللي احنا كتب؟ لا، يبقى هي موجودة في الأعداد النسبية. طيب عندي الكسر سالب 2 و3 أخماس، عايزة أحطه في صورة A على B. يعني عندي 2
وتلات أخماس. اضرب تحت واجمع فوق. عايزة أحطه في صورة A على B، يعني صورة كسرية. ماشي يا مس. ادي الخمسة، واتنين في الخمسة 10، وتلاتة 13. انا حطيتهولك في صورة A على B، يعني ارفع كسر يا مس. ايوه. قال لي بشرط ان البي لا تساوي ايه. لا يا مس، ده السؤال اللي تحت. انت كده برافو عليك، ركز يلا في نوعية الاسئلة اللي معانا. طيب سالب 3 على مين؟ بيكون عدد نسبي بشرط ان البي لا تساوي. فاكرين لما حلينا في اول سؤال 8 5 ناقص 5 وقلنا المقام هنا يبقى صفر؟ ملهاش معنى، صح؟ هو نفس الكلام، البي لا تساوي الصفر. طيب انا عندي العدد سالب 8 على اكس ناقص 2، يكون عدد نسبي. هو عايزه عدد نسبي. قال لي بشرط ان الاكس لا تساوي ايه. تعالى نكتبها الاول. انا عندي سالب 8، قال لي اكس ناقص 2 بتساوي السالب 8. ملناش دعوة بيها يا ولاد. احنا دلوقتي تحت انا مش عايزه لا يساوي صفر، يبقى بالتالي انا مش هحط الاتنين. ليه يا ميس؟ عشان 2 ناقص 2 صفر. حط اي عدد تاني يعجبك، حط اي عدد تاني يعجبك. قال لي بشرط ان الاكس لا تساوي مين؟ الاتنين. ليه يا ميس؟ علشان خاطر الاكس عندي لو انا خليتها بتساوي 2 فانا هقول 2 ناقص 2 بصفر، وده مرفوض عندك في الاعداد النسبية. يبقى بشرط اساسي ان ايه؟ لا تساوي رقم 2. خلي بالك من السؤال اللي بعده. مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة أعداد إيه؟ كل الأعداد يا حبيب قلبي جزئية من الأعداد النسبية. أنا هسيب لك الصف ده تحله، وعندك 5 على إكس زائد الواحد زي الإكس ناقص 2، بشرط إن الإكس لا تساوي الواحد. ليه يا ميس؟ هنرجع نقول تاني، إحنا مش عايزين المقام يبقى فيه صفر، مش عايزين المقام يبقى فيه صفر. أنت عندك هنا كسر اعتيادي، عدد كسري، ده مش موجود لا في الطبيعية ولا في أعداد العد ولا في الصحيح، إنما موجود أعداد نسبية. 3.1 عايزه إيه على بي؟ طب نحلها عشان محدش يبقى مختلف معانا. أدي 3.1 حبيبي، حطها في صورة كسر. 3.1 على 10. اضرب تحت واجمع فوق. 3 في 10 30، وواحد 31. المقام ما بيتغيرش. كده أنا حطيتهولك في صورة إيه على إيه؟ على البي، يعني اكتبه بالكسر وبعد كده ارفع. كده احنا حلينا اول صفحة. صفحة كام يا جميل ماما كده؟ صفحة كام؟ 49. يلا مع بعض نحل اللي بعده. ركز كده معايا في السؤال الجميل ده، ينتمي ولا ينتمي. ينتمي يا ولاد بتاخد عنصر لمجموعة. طب لو مجموعة المجموعة هناخدها في وقت تاني اما يجي السؤال بتاعها وراها على طول. انا هحل الصف ده واسيب لك الصف التاني تركز فيه وتحله بقى. قال لي 5.3 مجموعة أعداد العد. يا ميس ما انت لسه قايلة إن أعداد العد ما فيهاش عشري. أعداد العد ما فيهاش عشري، فأنا أقول له لا ينتمي. طيب وسالب 3، أي رقم تلاقيه عندك وقال لك نسبية قول له ينتمي. جميل يا ميس. طب والتمانية موجودة في الصحيحة؟ طبعا ينتمي. الصفر موجود في الطبيعية؟ موجود في الطبيعية، يبقى أقول له ينتمي. خلصوا. 7 موجودة في الصحيحة، مفيش كسر موجود في الأعداد الصحيحة. 1.3 أعداد عشرية مفيش في أعداد العد. 3.25 مجموعة أعداد العد. طبعا أنت كده فهمت هتحط ينتمي أو لا ينتمي. طيب لو أنا جاني بعد كده جزئية وليست جزئية، أحل إزاي يا مس؟ جزئية يا ولاد يعني موجودة ولا مش موجودة؟ جزئية يعني موجودة ولا مش موجودة؟ والله موجودة هنقول جزئية. مجموعة أعداد العد موجودة في الطبيعية؟ يا ولاد أعداد العد موجودة في الطبيعية جزئية. مجموعة الأعداد الصحيحة من الأعداد النسبية، قلنا النسبية جواها كل المجموعات، فأنا هقول جزئية. طيب مجموعة الأعداد السالبة من مجموعة أعداد العد، والله أعداد العد دي ما فيهاش غير 1 2 3 4، يعني موجب صاد موجب، فطبعا السالبة مش موجودة، فأقول ليست جزئية. طيب مجموعة الأعداد النسبية نقط من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة، هل النسبية اللي هي أمهم كلهم تبقى حتة من الموجبة؟ لأ طبعا، ده النسبية دي أكبر مجموعة موجودة، بتاخد في حضنها أعداد العد والطبيعية والصحيحة، وبعدين الأعداد النسبية كلها بتاخدهم في بيت واحد.
المجموعة التي تتكون من الأعداد سالب واحد وسالب أربعة. موجودة، مش انت عندك أعداد صحيحة سالب وموجب. المجموعة التي تتكون من صفر وخمسة، تمام، موجودة في الطبيعية. المجموعة اللي موجودة 7/10 و1.2. أعداد العدد، لأ، أعداد العدد مفيهاش عشرية. أعداد العدد مفيهاش عشرية ولا كسر اعتيادي. طيب المجموعة اللي بتتكون من الأعداد 2.5 و1.7 سالب 1.7، موجودة في النسبية. أي أرقام عندك يا حبيب ماما موجودة في الأعداد النسبية. فأنت لو هي موجودة هتقول جزئية، لو هي مش موجودة هنقول إيه؟ ليست جزئية. تعال ناخد مثال واحد كده جميل زيك. عندي 563 جزء من 1000، 9324 تمن، سالب 15، سالب 3.2/9، سالب 2.56. عايز بيقول لي جزائهم لي عد وطبيعية وصحيحة ونسبية. طبعا انت عارف ان الاعداد الطبيعية ما فيهاش عشرية، صح يا جميل ماما؟ صح. يبقى انا هاخد 9324 احطها في العد واحطها في الطبيعية. تمام يا ميس. طب والطبيعية يا ميس؟ طبيعية فيها عشري، ما فيهاش كسر ولا سالب ولا كسر ولا عشرية برضه. خلاص. طب والصحيحة يا ميس؟ خد السالب عندك اهو، بس ما ناخدش العشري لان هي ما فيهاش اعداد عشري. والنسبية تاخدهم كلهم، تاخد الطمن و563 جزء من الألف والسالب 15. سالب 15 صحيحة يا ولاد، وسالب 3.2/9. يبقى احنا كده نقدر نفك الأعداد. يلا نعمل الدواير دي ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا احنا قلنا وهنعيده تاني. أعداد العد هنحط فيه 9324. طيب في طبيعية يا ولاد؟ نركز عشان منرجعش نختلف. ما هي دي يا ميس تعتبر طبيعية وأعداد عد، ماشي. يلا خدي الصحيحة السالبة اللي هي سالب 15. في تاني يا ولاد؟ لا يا ميس. طب أمال النسبية بقى بتاخد الأعداد العشرية، وبتاخد الكسر الاعتيادي، وبتاخد العدد الكسري، وبتاخد العدد العشري. اكتب العشري هنا، نكتب العشري هنا، أو 2.56 جزء. خلاص يا ولاد، حل انت الباقي بقى وركز معايا في السؤال اللي بعده. ماشي يا ميس. حبيب قلبي بيسألني بيقول لي الأعداد مالها يا ميس؟ أكتب أعداد العد. اكتب الأعداد الناقصة على خط الأعداد. طب أنا أجيبها إزاي يا ميس؟ مفيش مشكلة، أنت كده صفر وماشي في اتجاه السالب. عد الشرط يا بابا اللي ما بين الصفر وسالب واحد. واحد، اكتب واحد أهو. 2 3 4، اكتب في المقام 4، أنت في اتجاه السالب. تاني، عد الشرط من سالب واحد لسالب 2. 1 2 3 4، أنت واقف عند الأربعة، اكتب 4 بس متنساش أنت سالب. 5 6 7 8 9 10، اكتب 10. طب لو رحنا اتجاه الموجب برضو هنعمل نفس الكلام، ادي صفر وادي واحد. عد الشرط، 1 2 3، اكتب 3. 4 5، يبقى دي الخمس. تمام. طب هنا يا ميس هتعد من الواحد للاتنين، عد الشرط الصغيرة، 1 2 3 4، ادي 5، اكتب 5. 6 7، يبقى 5/7. عد الشرط اللي ما بين الرقمين الأصليين اللي عندك وانت تعرف. بس بعد كده بيقول لي حدد موضع الأعداد الآتية على خط الأعداد. حلو أوي. تعالى نحط الأعداد الأول، نعمل خط الأعداد، مش هنعمله بحذافيره قوي، احنا بس هنعمل كده أهو. بعد كده عندي هنعمل السهم بتاعنا عشان ده خط مستقيم. المفروض إن حضرتك عندك سالب وعندك موجب وعندك حاجات كتير، فأنت هتيجي في النص هتعمل آدي الصفر وبخط منتظم كده يا ولاد أهو. ركز. ونفسه الناحية التانية أهو. طبعا هنا موجب عادي، اكتب.
الواحد معروف يا ولاد، خلاص احنا كده خلصنا الواحد. قال لي 2.5 يعني ما بين الاتنين والتلاتة، ما بين الاتنين والتلاتة. 5 من 10 يعني خط النص، يبقى انت هتيجي في النص هتعمل 2.5. طب -2/5، -2/5 احنا ما كملناش واحد صحيح صح؟ يبقى انا المفروض ما بين مين ومين؟ ما بين الصفر وسالب 1، ما بين الصفر وسالب 1 عشان هي سالب، فده كسر. فانا هعمل خط جميل زيك اهو، ادي الصفر وادي السالب 1. قال لي ايه يا ولاد؟ المقام 5. عد يا جميل ماما، 1 2 3 4 والخامس. نقف عند مين؟ تاني شرط، 1 2، يبقى -2 على ايه؟ على ال5. 2 3/4، 2 3/4، 3/4 يعني احنا هنقسم ما بين -2 وسالب 3، صح كده اهي، -2 وسالب 3. 3/4 يا ولاد يعني 3 شرط، والرابع اللي هو الرقم بتاعنا. 3/4 يعني 1 2 3، يبقى 3/4. عايز خط اعداد شامل ده كله؟ مفيش مشكلة، احنا ممكن نوسع ما بين الاعداد ونعمله بالطريقة اللي جاية. ركز معايا كده، انا وسعت لك على خط الاعداد. عايز 1، طب ما الواحد موجود مفيش منه مشكلة، ادي الواحد. 2.5 يعني 2.5 ما بين الاتنين والتلاتة. 2.5 يعني ما بين 2 و3. طب والنص؟ النص ده ما بين الصفر والواحد. لغاية كده خلصنا الموجب. نيجي لسالب 2/5. -2/5 أنا عملت صفر وسالب 1 وما بينهم 5 نقط. عد 2 1 2 أهو، خلاص. -2/5 تجاه السالب. طب احنا عندنا -2 و3/4 يعني -2 و3/4 يعني وانت رايح على التلاتة، 1 2 3، ادي -2 و3/4. هنقسم، وهي بتبقى صعبة شوية لكن هي مع التدريب انت بتبقى جميل جدا في كل حاجة. كده احنا خلصنا تدريب على الدرس الثالث الوحدة الثانية. لايك وشير عشان يوصل لك امتحانات الشهور.